في الحقيقة كلمة هل هنشوف ونتعامل مع ثلاثة أقانيم في السماء، أنا أبسطها لك بطريقة كويسة أوي. احنا قلنا الإقنوم ما هو إلا وظيفة، فهناك في السماء تظهر الوظائف فترى كأنها كائنات متجسدة بينما هي طبائع متحدة. يمكن الإجابة دي صعبة عليك، لكن يمكن المثال اللي هقراه لك يكون بسيط عنها كتير. في إصحاح 5 في سفر الرؤيا عايز يورينا قضية الخلاص وفداء البشرية، فيجي يوحنا يقول كده: رأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل من وراء. طبعا ما فيش فوق في العرش يمين وشمال، لأن الله غير محدود، ولكن يرى أنه في مكان الاهتمام ومكان العزة. وجه ملاك قوي ينادي: من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ وصرت أنا أبكي لأنه لم يوجد أحد مستحق. قال لي واحد من الشيوخ: لا تبكي، هوذا قد غلب الأسد. هنا بيتكلم على طبيعة القوة التي في يسوع المسيح والملك الذي فيه، الذي من وسط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه. وبعدين يجي المشهد بعد كده ازاي: ورأيت في وسط العرش والحيوانات، وسط العرش يعني قدام الله، ووسط الشيوخ الفدا ظهر خروف قائم كأنه ذبح. هو ده نفسه الأسد، القوة للمسيح، لك القوة والمجد والبركة والعز. فبيتكلم على طبائع، هنا بيتكلم على طبيعة الفداء بانت في حمل كأنه مذبوح، وفي نفس الوقت يبان الروح القدس. يقول لك كده: له 7 قرون و7 أعين، هي 7 أرواح الله المرسلة على الأرض. هو الروح واحد، ولكن لأنه اختلاف الطبائع والأنشطة اللي في الروح القدس، روح البنوة، روح الحكمة، روح المشورة. إنما حقيقي ما تقدرش تحكم فوق بطريقة بشرية، نحن محدودين، إنما فوق في السماء هنبقى غير محدودين. فنجد الناس اللي في السماء فوق عملوا قالوا له: مستحق أنت أيها الخروف أن تأخذ السفر وتفتح خطومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله. يقصد هنا إنك أنت وحدتنا مع الله. سأدعو الذي ليس شعبي شعبي، قال له: أنا فيهم وأنت فيا، يكون الجميع مكملين إلى واحد. حقيقي أنت بتتكلم في منطقة كبيرة. فوق في السماء اتعامل مع طبائع، زي ما أنا أكون قاعد مع أبويا ولاقي فيه الإبوة والحنية وبيلعب معايا، ولاقي فيه القوة وهو بيدافع عني، ولاقي فيه الحكمة وهو بيذاكر لي إنجليزي وعربي وفرنساوي، وأجد فيه الكرم وهو بيصرف علي. كل دي طبائع موجودة جوه أبويا. هوري لك مشهد قريب من حياتنا اليومية. يقول هنا في إصحاح 8: لما فتح الختم السابع رأيت 7 الملائكة يقفون أمام الله. هنا المشهد موجود فيه الله أهو. وبعدين أعطوا 7 أبواق. حصل جاء ملاك آخر، ملاك مختلف عن كل الملائكة. زي ما يسوع كان يظهر في هيئة بشرية، ظهر مع أبونا إبراهيم في هيئة ملائكية. لما يقول للمنوح: لماذا تسألني عن اسمي وهو عجيب؟ ده اسم المسيح، يدعون اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. فنجد ظهور للابن، وبعدين ظهور للروح القدس والمؤمنين. بيقول: معهم بخارة من ذهب، ده بذله وحياته وبره. أعطى بخورا كثيرا يقدمه مع صلوات القديسين. الكنيسة كلها اللي رفع صلوات، هو كمان بيضم صلواتهم مع جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش. هنا تجسيد لصورة، لكن كلها وظائف. حبيبي، ما نقدرش نقول ان السماء محدودة. اقول انا هشوف الاب والابن والروح القدس، لكن هشوف اعمال الله كلها. وبعدين اقول لك ده هناك يقول لك: ما لم ترى عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر قط على بال الانسان ما اعده الله. احنا ما نقدرش باذهاننا المحدودة ودراستنا مهما كان ندي تتصور عن فوق، لكن أردت أن أبسط لك الأشياء وأقول لك إنك فوق في السماء هتتعامل مع طبيعة الروح القدس اللي بيتحرك في كل الأجواء، تتعامل مع طبيعة الابن الفادي والمحب والذبيحة الكاملة الحمل القائمة، تتعامل مع الآب اللي أعفى عنا وعتق الخليقة، هتتعامل. بس كل ده في شخص واحد هو الله، دون أن تشعر بأي انقسام أو تجزئة أو كده.